السلام عليكم، اهلا بيكم. مستمرين معاكم في البودكاست او السلسله بتاعتنا للتعريف بكل ما يخص اليو اس اي باثواي. معانا دكتور عبد الحميد نوار، ضيفنا العزيز، اللي يعني مشرفنا بحضوره ده والمعلومات اللي هو بيديها لنا. ان شاء الله في ميزان حسناته. حسنات كتير جايه ان شاء الله الفتره الجايه، ربنا يا يجعل العمر الله وإياك يا رب إن خالص. شاء الله بإذن ان الله. شاء الله. الفيديو الاول والثاني اتكلمنا عن تفاصيل الباس واي، وبعد كده اتكلمنا عن يعني بشكل عملي اكتر الحياه جوه يو اس اي كطبيب والتحديات. فنكمل في الفيديو ده يعني احنا طلعنا من فيديو رقم 2 بان احنا لازم نكون اكثر مرونه واحنا بنذاكر واحنا بنسلك طريق يو اس اي. عشان كده هنكرر موضوع المرونة في اختيار التخصص، والمرونة بشكل عام أصلا أثناء فترة التحضير. وهسأل حضرتك سؤال. اتفضل. ليه من كل التخصصات الباطنية اخترت الانفكشوس ديزيز؟ طيب سؤال ممتاز جدًا ومهم جدًا ويمكن ناس كتير تستفيد منه، لإنه ليه علاقة فعلًا بموضوع الflexibility والمرونة. آآ بدايةً أنا كنت عايز تخصصات طبية أول ما جيت أمريكا وده الشيء اللي يناسبني أكتر. أنا شخص باحب إن أنا يعني أعرف تفاصيل الحالات أطلب آخُد history كويس جدًا من المرضى وأعمل examination كويس، وبعد كده باطلب labs أو investigations، وبعد كده باحُط كل حاجة مع بعض زي puzzle pieces of puzzle كده أحُطّها على بعض فتطلع الصورة الكاملة، فتحاول توصل لdifferential diagnosis وبعد كده توصل لdiagnosis فتدّي علاج، فالمريض بفضل الله يعني في الغالب بيتحسّن وتشوف مريض كان داخل في الICU وسبحان الله بعد كام يوم طالع من الICU على بيته مُعافى سبحان الله يعني. فإزاي وصلت للinfectious diseases كان عن طريق تخصُّص الinternal medicine في الresidency. أنا ما كانش في بالي انت الID من الأول، الinfectious diseases كتخصُّص من الأول. أثناء فترة النيابة الباطنية هنا في أمريكا بتشوف نَفْسك يعني إيه التخصصات أولًا اللي أنت ميّال ليها، أنا حاسس نَفْسي في المجال ده أكتر وحابّه أكتر، ده رقم 1. رقم 2 الlifestyle بتاعه مناسب ليّا وللي عايز أعمله في المستقبل والّا لأ، كوني عايز يبقى عندي أسرة ويبقى عندي work life balance أو في research أو education opportunities أو لأ. فهو ده بالضبط اللي حصل لي، يعني كنت في الinternal medicine residency وكان قدّامي تخصصين حاببهم جدًا وشايف نفسي فيهم الlifestyle بتاعهم، الinfectious diseases والrheumatology مثلًا. وبالفعل في الfellowship قدّمت على التخصصين infectious diseases عفوا infectious diseases والrheumatology. قدّمت على التخصصين وأنا بفضل الله بفضل أشكر ربنا إن هو ييسّر لي في سكة الinfectious diseases وإن أنا كمّلت في سكة الinfectious diseases فعلًا أنا يعني حاسس بالراحة في هذا التخصُّص، تخصُّص ممتع جدًا، diverse جدًا، بتتعامل مع مختلف الأمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيلية، وخُد كل الviruses والبكتيريا والfungi والparasites وحُطّها بقى في different parts of the body فتلاقي نَفْسك بتتعامل مع كل حتّة في في الجسم كل حتة في الجسم. في infection وكل حتّة بيبقى ليها بتmatch بقى ده مع الantibiotic أو الantibacterial أو الantiviral أو الantifungal أو الantiparasitic معيّن لduration معيّنة، بinvestigations معيّنة، بsurgical interventions معيّنة لو هتعمل drainage الabscess في intracranial abscess أو endocarditis ومحتاج CT surgeon يشوف أو empyema في اللنج ومحتاج pulmonology ييجوا يعملوا thoracentesis أو drainage للfluid أو حتى تخصصات العظام لو في infections على الhardwares أو الnails والplates اللي بتتحط في العظام. فتخصُّص باتعامل فيه حلقة مع وصل. الجسم باتخصص فيه مع الجسم كلّه تقريبًا، اه. في أي infection بيبقى في أي مكان مع فيروس أو بكتيريا أو fungus مختلف، فبتتعالجوا بمضاد حيوي أو مضاد بكتيري أو مضاد طفيلي أو فيروسي مختلف لduration مختلفة بoutcomes مختلفة. فحالة الdiversity بالذات إن أنا باشتغل في المستشفى وباشوف الoutcome في العيادة. very satisfactory ليّا كانت very satisfactory إن أنا أشوف هذا الcourse وهذه الdiversity وخلّتني إن أنا أحب التخصُّص ده جدًا وأميل ليه وفعلًا ربنا ييسّر لي إن أنا آخده. ف ف فدي النقطة إن أنا ما كانش في بالي اللي هو ده من وأنا في أولى طِب إن أنا عايز اه. الأمراض المُعدية
أو حاجة معيّنة، لأ، ربنا ييسّر إمم، لي لمّا دخلت الinternal medicine وعرفت التخصصات وعرفت الlifestyle بتاع إمم، الinfectious diseases lifestyle كويس جدًا، إمم، نادرًا ما بتحتاج إنّك تشتغل بالليل أو ييجي لك call ليلي، إمم، فبيبقى معظم شغلك شغل نهاري بشكل عام، سواء في العيادة أو في المستشفى. إمم، برضه أنا من النوع اللي مش باحب أشتغل بالليل، في ناس العكس تمامًا، بيحبّوا يشتغلوا بالليل وما يشتغلوش بالنهار، إمم، أو يحبّوا الemergencies، أو إن هو ينزل في نُص الليل يعمل عملية، أو إمم، يولِّد لو تخصُّص نسا ولادة أو إمم، حاجات من هذا القبيل يعني. إمم. فدي قصّتي مع اختياري لتخصُّص الأمراض المعدية باشكر ربنا إن هو يعني وجّهني في هذا الاتجاه بفضل الله يعني. الحمد لله، الحمد لله. أنا يعني هاضيف حاجة بسيطة على الكلام بتاعك، وهو طبعًا زي ما إحنا اتفضل. قُلنا موضوع الflexibility ده أمر مهم جدًا في الطب. والنقطة التانية إن فكرة إن بتشوف كتير أوي يعني بسبب وجود الواحد على السوشيال ميديا ناس كتير جدًا سواء طلبة أو يعني ناس خلاص هتتخرّج في امتياز بيبقوا حاصرين نَفْسهم جوّه تخصُّص واحد. باشوف طلبة كتير جدًا تقول لأ أنا ما أعرفش أعمل غير جراحة. طالب في سنة صحيح، تالتة أو في سنة رابعة يعني. آمم فباحس يعني إن الناس دي بتحصر نفسها بدري أوي في حاجة هي أصلًا ما شافتش الadvantage والdisadvantage بتاعتها. ف فبرضه نقطة مهمة جدًا إن الإنسان ما يحصرش نفسه في كل تخصُّص. يعني أنا لو هاتكلم عن نفسي أنا كان يعني أول ما اتخرجت كنت عايز أعمل جراحة وبالفعل بدأت. بس أمّا جيت أشوف إن أنا عندي زي ما أنت قُلت اللي هو الأسرة، طب في teaching career، طب إيه أقرب حاجة للتخصُّص اللي أنا عايز أعمله. فالأمور ليها أبعاد مختلفة كتير جدًا، صحيح، أبعاد المرحلة ذات نفسها يعني. صحيح، فالناس لازم تبُص من فوق شوية، عشان كده إحنا عملنا session زي ده. صحيح. طيب نيجي بعد كده لنقطة العقبات اتكلمنا عنها، واتكلمنا عن الrewards الحمد لله في الفيديو التاني. ولكن أنا عايز أستفيد من خبرتك في أمر أنت اتغلبت إزاي على فكرة العقبات اللي واجهتك أثناء فترة الشغل لحد الآن. زي ما أنت قُلت كده هو في هرم تعليم طبّي موجود، والحمد لله، الحمد لله يعني نشكر ربنا أنت دلوقتي في قمة الهرم خلاص. خلاص ما يعني يعني مش عايز أقول قمة الهرم يعني، إحنا كلّنا ما زلنا بنتعلّم، بالعكس يعني كلّنا بنتعلّم، الحمد بس لله. يعني يعني اتفضل. at least في الsteps يعني في تمام، المرحلة الأخيرة تمام. يعني. عدّينا على الأقل المراحل الmore stressful، خلّينا بالضبط. نقولها آه، كده يعني، لكن كلّنا بالضبط بنتعلّم يعني. كل يوم، كلّنا طلاب علم يعني. أكيد يعني أكيد الحمد لله. طيب فعايزك تقول لي العقبات الرئيسية، حتى الحاجات اللي علّمت في دماغك أوي، وأنت اتغلبت عليها إزاي أصلًا في المرحلة اللي فاتت دي؟ آآ آآ زي ما ذكرنا العقبات اللي هو إجمالًا كده، اللي هو إمم، الstress الجامد جدًا، إنك فعلًا زي ما أنت قُلت بتبقى في أسفل القاع الهرم التعليمي أو الطبي، إمم، وعدم وجود أسرة، عدم وجود أصدقائك المعهودين، إمم، أماكن الخروج بتاعتك. الحاجة التانية هو بُعدك عن دينك، أو إمم، المساجد بقى ورمضان إمم، وحاجات تفاصيل كتير في الحياة، مش ما بت فجأة ما بتلاقيهاش إمم، موجودة معاك يعني. إمم، بفضل الله رقم 1 اللي هيساعدك في دوًّا هو اللي ييسّر لك الطريق ده أصلًا، الله عز وجل. يعني كونك في هذا الطريق تستعين بالله في كل مرحلة، لو أنت إمم، إنسان مؤمن بالله فيعني ده هيسهّل عليك كتير. إمم، الإنسان الموقن واللي عنده هدف وغاية ورسالة في الحياة إمم، بتهون عليه صعاب كتير بيصبر صبر كبير، يعني قدر إمم، المستطاع. كل إنسان طاقته بتختلف عن التاني يعني. إمم، لكن وجودك قرب مسجد نقطة مهمة إمم، جدًا، في أي إمم، مدينة تروحها دَوّر على المسجد، اسكن جنب المسجد، ده إمم، رقم 1. رقم 2 أصدقائك يبقوا برضه من أصدقائك العرب والمسلمين، ده هيسهّل عليك إمم، جدًا، إمم، ناس فاهمة عاداتك، تقاليدك، إمم، دينك، فهيبقى ناس قريبة منّك جدًا في هذا. مش باقول لك إمم، إنّك تعادي بقية الناس، بالعكس علاقاتك خلّيها متوازنة وكويسة جدًا مع كل إمم، البشر، لكن أنا إمم، قصدي الناس اللي هتخرج معاهم، اللي هتقعد معاهم قعدات، هتعيش معاهم، قد تتشارك سكن مع حد إمم، عربي أو مسلم أو مصري، إمم، دي حاجة تانية. القرآن طبعًا لازم يبقى ليك وردك اليومي من القرآن، إمم، الحاجة اللي تهدّيك نفسيًا وتفكّرك بهدفك ورسالتك في الحياة، ده شيء إمم، مهم جدًا. الخروج، إنك تخرج وتتفسّح وتنبسط، أنت يعني في مصر إذا كنت بتروح تصيّف والّا بتروح مكان معيّن ت ت ت يعني تستجم فيه، تفصل فيه. إمم، فأي مكان هتروحه في العالم بيبقى فيه حاجات مختلفة وأنشطة تقدر تعملها إمم، كخروجات، يعني زي الأكل أو غيره، أو أماكن تزورها
وترفّه عن نَفْسك، يعني ده شيء مهم إمم، جدًا. إمم، فما تبقاش يعني وفي الغالب معظم الناس بتعمل الكلام ده إلا القليل اللي هو إمم، بيبقى قافل على نَفْسه، لأ معظم الناس بتروح وبتستكشف إمم، متاحف أو مزارات معيّنة، مزارات سياحية معيّنة أو أيًا كان أنت إمم، في المكان اللي أنت فيه الطبيعة قد تكون في مكان الطبيعة فيه كويسة إمم، جدًا أو معظم الأماكن هنا الطبيعة فيها كويسة جدًا. إمم، فدي حاجة تانية كانت مهمة جدًا. ال الأسرة، يمكن الأسرة آه، يمكن أنا متزوج وعندي طفلين، لو بارك الواحد جاي الله يخلّيك، لو الواحد جاي ومعاه أسرة ده بيسهّل عليه كتير جدًا، لو معاك زوجتك إمم، وأولادك ده بيسهّل عليك جدًا. آه، شعور بالوحدة والشعور الhome sickness زي ما بيقولوا. إمم، إذا ما فيش مشكلة طبعًا بتحاول تتواصل مع أهلك إمم، وقرايبك الحمد لله دلوقتي الموبايلات آه، والFaceTime والMessenger والحاجات دي كلّها ما خلّتش إن الإنسان يفضل متواصل مع سهّلت الناس اللي الأمور بيحبهم. خالص. إمم، يعني زمان ما كانش الموضوع كده يعني. فيمكن هي دي الحاجات الأساسية، إن الواحد يبقى إمم، مستحضر الهدف والنية ويجدد نيته باستمرار أنا موجود ليه وإيه رسالتي. إمم، ويبقى موجود في محيط مسجد وفي بيئة مسجد. إمم، ورده اليومي من القرآن لازم يبقى حاضر معاه، لأن زي ما إمم، قُلت لك ده بيسهّل عليك كتير جدًا. الأصدقاء إمم، طبعًا يبقوا معارفك المقربين اللي بتخرج معاهم وبتتنزه إمم، أو بتاكل معاهم، يبقوا هم الناس اللي أنت حابب أو اللي إمم، عارفين طباعك وتقاليدك، ومع ذلك طبعًا تبقى منفتح على الجميع وت إمم، وت وت وتورّي ثقافتك للمجتمع اللي أنت موجود فيه يعني. إمم، أوكي. ممتاز جدًا، ممتاز جدًا. أنا هاجي برضه لسؤال يعني استمديته من الإجابة بتاعتك، وهو يعني اندماجك جوّه المجتمع، سواء جوّه مجتمع المستشفى ذات نفسه. أنت بتتعامل مش بس مع US citizen، لأ أنت بتتعامل أصلًا مع جنسيات من كل الدول زي ما إحنا بنشوف. و واندماجك أصلًا جوّه المجتمع ذات نفسه مع الحفاظ على الهوية. طبعًا إحنا هنيجي للجزء التالت هنتكلم فيه عن الأمر ده بالتفصيل، ولكن أنا شايف إن ده جزء ممكن يكون من العقبات اللي الناس بتفكّر فيها قبل ما تيجي أمريكا. الاندماج طول ما أنت آمم، آمم زي ما قُلت لك وقُلنا في فقرة سابقة إمم، أنت جاي هنا ما أنتاش مكسور الراس وما أنتاش إمم، حاسس إنك inferior لحد. أنت جاي الناس محتاجاك في شيء معيّن أو في وظيفة معيّنة أو في تعليم معيّن، وأنت بتسِد الخانة دي أو المكانة ديًّا. إمم، فرقم 1 تبقى إنسان واثق من نَفْسك، ده إمم، ده كبداية يعني. رقم 2 زي ما أنت قُلت فعلًا، الواحد هنا بيتعامل تقريبًا مع كل الجنسيات تقريبًا. يعني إمم، تقريبًا أظن إن أنا تعاملت مع كل قارات العالم، يمكن مش فاكر اتعاملت مع حد من أستراليا أو نيوزيلندا أو لأ، إمم، بس من آسيا بتلاقي، من أمريكا الجنوبية إمم، بتلاقي، أمريكا وكندا إمم، طبعًا. إمم، أوروبا طبعًا في ناس من أوروبا جاية من أوروبا. إمم، أفريقيا طبعًا من إمم، المصريين آه، وغير المصريين. إمم، السودانيين ما شاء الله إمم، متواجدين هنا بقوة. إمم، بلاد المغرب العربي، ناس حتى أفارقة مش عرب. مش عرب، إمم، نيجيريا، من كينيا، من جنوب أفريقيا، بتتعامل مع كل الناس دي. إمم، والحمد لله طول ما أنت إنسان بتحترم اللي قدّامك، إمم، اللي قدّامك هيحترمك. طول ما أنت إمم، إنسان صادق في تعاملك مع اللي قدّامك في الغالب إمم، إلا من رحم الله يعني. أو إلا يعني الله أعلم إلا القليل، هتلاقي اللي إمم، قدّامك بيحترمك يحترمك، وبيقدّرك. لو أنت إمم، إنسان مجتهد في شغلك وبتعمل شغلك كما ينبغي، وإنسان إمم، بتحاول ت ت تكبّر ثقافتك واطلاعك، سواء بقى في إمم، المستشفى أو حتى في المحيط اللي أنت عايش فيه. إمم، فالحمد لله ما واجهتش حد الواحد أو ما واجهتش الواحد مشاكل كبيرة. طبعًا أنت في بلد زي أمريكا يعني بتسمع كتير عن العنصرية إمم، حوادث جريمة وبتاع، ده موجود في كل البلاد. وإن إمم، كان مش هننكر إن الموجود ده بنسب عالية في أمريكا طبعًا. إمم، لكن في الغالب برضه عشان نبقى واضحين، أنت إمم، كطبيب في الغالب بتعيش بين المستشفى وبين إمم، مكان سكن، بيبقى سكن برضه آه، فيه قد يكون فيه أطباء أو معلمين أو غيره. إمم، إمم، يعني وبتشوف طبعًا في الشوارع تشوف الhomeless في الشوارع، بتشوف كل آه، حاجة. بس في الغالب مش بتتعرّض للمواقف العنصرية دي كتير. هل في إمم، عنصرية جوّه المستشفيات؟ في بعض الأماكن مش هننكر ده. إمم، إمم، لكن بشكل عام هتاخد حقك في السيستم الطبي بناءً على آآ مقدرتك وبناءً على اللي مستواك أنت وبناءً بتعمله، على إمم، على اللي أنت بتعمله. لكن هل في عنصرية؟ إمم، طبعًا في. إمم، لكن النقطة الأساسية اللي أنت سألتها اللي هو اندماجك مع المجتمع،
زي ما قُلت لك، أنت راجل مؤمن أو راجل عربي أو راجل إمم، مسلم، لازم يبقى عندك ثقة في النفس رقم 1. أنت رافع إمم، راسك دايمًا، إمم، مش متكبّر، لكن رافع راسك دايمًا، إنسان صادق في إمم، تعاملاتك، مجتهد إمم، جدًا، إمم، أنت سفير لثقافتك إمم، وبلدك ودينك في أي مكان أنت هتروحه، أوكي؟ صح، صح، فتسعى دايمًا إنك تبقى رقم 1 في مجالك أو قدر المستطاع، يعني لا يكلّف الله إمم، نفسًا إلا وسعها، قدر إمم، المستطاع تبقى تساعد الناس، متعاون مع الناس، بدون تعدّي على قيمك وأخلاقك. مش هاقول حلو لك روح اشرب خمرة مثلًا أو كُل حاجات حرام أو حاجة علشان إمم، ترضي حد، لأ، أنت ليك إمم، حدود والناس بتحترمك لمّا تعرف إن عندك حدود معيّنة، ومع ذلك إمم، لأ، ده الشخص ده شخص متعاون وشخص إمم، محترم وشخص مجتهد، إمم، بالعكس بيزيد احترامهم ليك في إمم، البلاد زي أمريكا أو أوروبا أو بلاد زي كده. إمم، إمم، بس يمكن هو ده مختصر السؤال اللي أنت قُلته، الإنسان يبقى واثق من نَفْسه، إمم، بيتعامل باحترام، مجتهد، متعاون مع الجميع، محافظ على قيمه وأخلاقه إمم، ومبادئه ودينه. إمم، ممتاز جدًا، إجابة وافية. أنا هاضيف بس حاجة بسيطة إن هو زي ما حضرتك قُلت جوّه إحنا معظم حياتنا جوّه المستشفى، يعني أو ما بين المستشفى والسكن، فدايمًا باشوف إن إحنا أصلًا الcommunity اللي إحنا عايشين فيه أصلًا very diverse. يعني زي ما إحنا قُلنا إن هو أصلًا الsystem ممكن يكون الhead بتاع الdepartment أصلًا هندي أصلًا م صحيح. مش مش أمريكي يعني، جنسيات مختلفة صحيح، مش جنسيات أمريكي، مختلفة جنسيات يعني عربي، هندي، أيًا كان، آه. صحيح. فباحس إن في تقبُّل للآخر، العنصرية موجودة، العنصرية موجودة حتى في بلادنا يعني، ولكن صحيح. باحس إن في تقبُّل للآخر بشكل كبير جدًا، وباحس إن أكتر العامل الرئيسي هو عامل إيه اللي أنت بتعمله، يعني أنت ممكن تبقى يعني how you prove yourself يعني للمكان اللي أنت فيه، هو ده اللي هيأثّر في النهاية يعني. صحيح. يعني الفيديو ده كده هيبقى فيديو سريع، وإن شاء الله الفيديو الأخير نتكلم فيه بشكل تفصيلي أكتر عن حياة الأسرة وhow to raise a family in USA والعقبات اللي ممكن تقابلك، ونصيحة سريعة كده للأطباء. شكرًا ليك دكتور عبد الحميد. مستمرين في البودكاست بتاعنا، وإن شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم. عليكم السلام.